تفتكروا مين يكسب في البيت الجديد، كابينة شاور ولا بانيو؟ بالنسبة للمساحة، الشاور بياخد مساحة أقل وبيدي وسع للحمام بتاعنا، أما البانيو بيكون محتاج مساحة أوسع، وخصوصا لو الحمام بتاعنا صغير فهو هيضيقه أكتر. أما بالنسبة للراحة، لو بتحب تسترخي شوية بعد يوم شغل طويل وكمان عندك أطفال وعايز تنساهم شوية، فالبانيو هو اللي يفوز معانا. لكن لو انت عملي وبتحب الشاور السريع ومش بتقضي وقت كتير وانت بتاخد شاور، فالشاور هو اللي هيفوز معانا. نيجي بقى للأمان والعملية. كابينة الشاور بتتعمل من ازاز سيكوريت، والازاز السيكوريت بيبقى مصمم ان هو يستحمل درجات الحرارة العالية. ولزيادة الامان لو انت قلقان ان هو يتكسر او يحصل له حاجة لا قدر الله، في فيلم حماية بيتحط له عشان لو اتكسر ما يأذيش حد. اما بقى بالنسبة للبانيو، ممكن يكون خطر لو حد اتزحلق وهو بياخد شاور، بس طبعا في حاجات بنحطها في البانيو بتمنع الموضوع ده. من الاخر، لو بتدور على الراحة والاسترخاء فالبانيو هو اللي يكسب، انما لو بتدور على السرعة والعملية فالشاور هو اللي يكسب معانا.